مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضباب محلي سيميز صبيحة الغد أغلب السواحل، لكن بالخصوص نحو سواحل الغربية تبقى نسبة رطوبة عالية. خلال النهار الأجواء ستكون مشمسة مع درجة حرارة فصلية. خلايا رعدية دائما تبقى تتشكل خلال الظهيرة نحو الهضبة العليا ومنطقة الأوراس. أجواء مشمسة بشمال الصحراء لغاية الصحراء الوسطى، مع انتشار بعض الذوابع رملية بصورة بالواحات. شمال الصحراء أحيانا تتصاعد الرمال إلى غاية الهضاب الغربية، بينما مناطق أقصى الجنوب لغاية منطقتي الهوغار وتاسيلي هنا تبقى تشهد أمطار رعدية موسمية. ومصلحة الأرصاد الجوية تحذر من أن تكون الأمطار معتبرة نحو برج بجي مختار وإنجزام. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم ستتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة بكل المناطق الشمالية، في حدود 30 درجة بشمال الصحراء الواحات الصحراء الوسطى، 27 درجة بإليزي إناميناس كذلك بجانات، لن تتعدى 24 درجة بتمنراس، وما بين 32 إلى 33 درجة من الجنوب الغربي نحو أقصى الجنوب. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستقرب 32 درجة فقط بكل السواحل، 36 درجة منتظرة بتيزي وزو وقسنطينة، ترتفع بدرجة واحدة نحو الأوراس شمال بالنسبة للهضبة الوسطى أقول الغربية وحتى بتنمسان. أما بشمال الصحراء ستتراوح ما بين 43 إلى 44 درجة، في حدود 41 درجة منتظرة بإليزي، 38 درجة بتمنراس وجانات. تبقى أجواء حارة بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب، مقاييس ما بين 44 إلى غاية 46 درجة تحت الظل. بالنسبة للبحر خلال يوم الغد سيكون جميل، وهذا على طول الشريط الساحلي، حتى الرياح ستكون ضعيفة على العموم. جولة خاطفة الآن إلى بعض عواصم شمال قارة أمريكا، حيث أمطار مرتقبة بمونريال ب 24 درجة، كذلك أمطار بنيويورك ب 29 درجة، نفس الأجواء بميامي الحرارة ترتفع إلى 32 درجة، أمطار أيضا بمكسيكو جنوبا ب 26 درجة، مشمسة على باقي العواصم، 27 درجة بكاليفورنيا، 34 درجة بواشنطن، وترتفع إلى 42 درجة بدالاس. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و7 دقائق، والغروب على الساعة 7 مساء و35 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.